السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير وطيبين إن شاء الله كل المتابعين عندي على الصفحة حبايبي المحترمين. في واحد صاحبي من بدري ما شفتهوش ولا أعرف عنه أخباره إيه ولا أعرف عنه أي حاجة. فجأة كده لقيته بعت لي رسالة على الخاص بيكلمني: السلام عليكم يا فنان، ويا أخبارك ويا عامل وطمني عليك، أنا فلان الفلاني وكنت صاحبك أيام الكلية ومش عارف إيه وكنا وأنت عامل إيه وتمام، طمني عليك وسامع عنك أخبار حلوة في ترندات ومش عارف ايه، وسمعت انك عايز تتجوز سمية الخشاب وبسم الله ما شاء الله، وشايف فيديو حلو ليك كده معاك فلوس كتير متصور بيها وبنسمع عنك في الكويت وبنسمع عنك في السعودية والدنيا معاك تمام، اخبارك ايه، الصحة حلوة؟ قلت له الحمد لله يا رب العالمين. وامرني يا فنان تحت امرك، والله لو عوزت اي حاجة من الكويت انا خدامك تحت امرك. المهم قلت له طمني عليك، انت اخبارك ايه وعامل ايه؟ فهو طبعا راجل عايش في الكويت، شغال في الكويت، هو مصري اصلا من مصر بس شغال في الكويت يعني. بيجي يحكي ويقول لي طبعا الدنيا تمام معاه والحمد لله الصحة حلوة وفي شغل وفي خير وفي ده وفي ده زي ما انتم فاهمين يعني. فأنا طبعا في عقيدة كده في دماغي: صاحبك ولا تعامله فلوس ولا تناسبه عشان ما تخسروش. يعني لو معاك واحد صاحب ولا تاخد منه فلوس تستلفها منه ولا تطلب منه فلوس ولا تناسبه عشان ما تخسروش، لان اول مشكله هتحصل بينك وبين مرتك صاحبك هيخسرك. فصاحبي ده طبعا قاعد في الكويت بقى، قاعد والدينار وصل 90 جنيه وهو شغال طبعا، عم يكتب لي في رسائل: تحت امرك يا فنان، امرني يا فنان، والله لو عوزت اي حاجه أنا تحت امرك. فانا رحت اتمسكنت كده واتدبلنت ورسمت بقى الدور ان انا ايه، واقع من الدور ال20. احنا كلنا واقعين عامه يعني. فرحت قلت له والله يا صاحبي الظروف وحشة والحياة طبعا تعبانة والحقني أخوك واقع من الدور ال10. إيه بس فيها فنان؟ قلت له والله الدنيا مش تمام، الحقنا بقى بحاجة حلوة من عندك كده. طب أمرني يا فنان، يا طلبك. قلت له طب ابعت لي حتى 500 دينار هنفك الدنيا وخليها تمشي. شكرا. النهارده ليا شهرين عايز صاحبي يرن حتى رن على الماسنجر ولا يبعت رسالة حتى، ما فيش، خفي. هنا بقى افتكرت المثل اللي بيقول ايه: الغربة تربة، الغربة تربة. عشان كده عملت لكم الفيديو ده. والله 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 هما 3 أيام. البصلة اللي بتاكلها في بيتك وعلى تبليطك وسط ناسك وسط أهلك تسوى مليون. البصلة اللي تاكلها وسط بيتك وسط أهلك وسط ناسك تسوى مليون. القعدة وسط أخواتك وسط عيالك وسط جيرانك اللي بيحبوك تسوى مليون. الصحة اللي كرمك بها ربنا نعمة من نعمه تسوى مليون وأكتر من مليون. الحياة مش كلها فلوس. هو أي نعم المعاملة محتاجة فلوس، بس برضو الحياة مش كلها فلوس. اوعوا تفتكروا الناس اللي في الكويت ولا اللي في السعودية ولا اللي في الإمارات ولا اللي في البحرين ولا اللي في ألمانيا ولا اللي في إيطاليا ولا اللي في أوروبا مرتاحين. لا بالعكس، مش مرتاحين. اوعى تفتكر إن هو هناك بيجمع $1000 ولا $1000 ولا $1000 بسهولة. هو كذاب. هو ممكن يتظاهر قدامك انه هو في حياة رفاهية وكده، لكن لا، هو شغال وشقيان وتعبان زيك انت بالظبط. وهناك بيتعامل بنفس المعاملة بتاعتهم، مش بيتعامل بالمعاملة هنا. يعني هو هناك لو بيقبض 1000 دينار او $1000 بيصرف بالعملة بتاعتهم. تختلف هو بقى لو جاب ال1000 دينار هنا في مصر، تختلف. يعني لو ربنا كرمه ب1000 دينار وجابيها مصر تختلف في المعاملة، بس برضو بيصرف على كد دخله. يعني بصوا من الآخر كده مش حد مرتاح، هو كله تعبان وكله شقيان. عارفين بقى ناقصنا احنا ايه؟ ناقصنا حاجة واحدة بس: احنا نحب بعض ونحمد ربنا على نعمته اللي مدهنا. والله والله كلها تعبانة، والله 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 كلها تعبانة. اللي بيقبض 100,000 تعبان وبيصرف كديها،
يعني اللي معاه فيلا ومعاه عربية ومعاه قصر وبيقبض 200,000 جنيه، بيصرف سواق، بيصرف طباخ، بيصرف سفرجي، بيصرف بواب، بيصرف بنزين، بيصرف ناس شغالة معاه. يعني في ضغط، الحياة كلها في ضغط. فبلاش نضغط بعض، يعني ما نضغطش على بعضنا، نستحمل بعضنا. والله هتمشي، والله هتمشي الدنيا، بس هي واحدة واحدة كده. المهم عايز اقول لصاحبي احنا الحمد لله في نعمة وفضل من ربنا والله. عايزين نطمن عليك، فاهمني؟ اللي في ألمانيا واللي في قطر، اللي في قطر يا حاج أحمد، اللي في قطر واللي في الكويت يفهمني كويس. احنا كل ما في الأمر ان احنا بنطلب منكم الخير او بنطلب منكم دعم او بنطلب منكم مساعدة. اول حاجة عشمية، يعني مش اي حد بيطلب من اي حد حاجة، العشم. زائد عن كده اللي يقدر عليه حاجة يعملها يعملها، اعملها وخليها لوجه الله، مالكش دعوة انت بس. مش قادر اتمنى الخير وربنا هيوفقك وان شاء الله كله في خير. انا عارف اللي بره تعبان واللي جوه تعبان واللي هنا تعبان واللي في مصر تعبان والناس كلها تعبانه، لكن ربنا بيوفق وبيسر الامور. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم احنا في نعمه وخير كبير. اقسم بالله احنا في نعمه وخير كبير، وربنا يرضينا كلنا. السلام عليكم.